بسم الله الرحمن الرحيم. وتحليل مباراة مصر وموزمبيق وعودة مرة أخرى للشاشة والسبورة بأن أسبوعين كانوا متوقفين عنها. مباراة مصر وموزمبيق كل المشاكل اللي فيها خد بالك مش جديدة، والحمد لله هتلاقي هنا في البرنامج اللي متابعنا حتى في الماتشات اللي قبل كده منتخب مصر ودية او ماتشات قليله كنا بنتكلم على التحول التكتيكي اللي بيحصل والسرسبه اللي فيتوريا بتسرسبها واحده واحده وبيحصل تغير. بس عشان المباراه دي مباراه رسميه فالموضوع ظهر وكله بيتكلم كأن اول مره نلعب 4-4-2 وكأن اول مره يكون عندنا هذه المشاكل. الطريقه اللي وصلتنا ان اصبح عندنا ثغره مشترك فيها 3 لعيبه، صلاح، زيزو ومحمد هاني. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وكمان فعل علامه الجرس، واتمنى كل الناس تشجعنا كده مع بدايه البطوله وكل ينزل يعمل لايك دلوقتي لو عاوز يساعدنا عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وكالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ودائما ودوما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا. الفكره في الحلقه كلها وكل الحاجات اللي في المباراه بتؤدي الى ان 4-4-2 بالطريقه دي بتنفعش، كل الطرق تؤدي اللي لازم نرجع تاني ل 4-3-3، وان هذه الطريقه بتطبيقها عامل لنا مشاكل في اليمين والشمال ومنطقه العمق. هنا مثلا ثغره زيزو، صلاح، هاني. لما بلعب 4-4-2 فمحتاج ان محمد هاني لما بيدافع زيزو بيرجع يدافع معاه. طب لو كسر زيزو مشكله، طب لو زيزو رجع دافع وهنا محمد صلاح ما رجعش يغطي، لو في حد ثالث جه هنا يقابل ما غطاش هنا ايه اللي يحصل؟ فزيزو مضطر يطلع عشان يقابل ان هيبقى عليه 2، فاضطر يفتح مساحه، فاضطر محمد هاني يتلعب عليه. ده عكس لما يكون بتلعب 4-3-3 في باك وفي وسط ملعب وفي جناح هنا ممكن يقرب حتى يغطي شويه. فهتلاقي المشكله اما من تخطيط صلاح ضعيفه مش موجوده، وده حتى في 4-4-2 لازم يحصل، او من زيزو نفسه. وانا قلت قبل كده زيزو متعود في الزمالك يبقى حر براحته يعني، فمن الناحيه الدفاعيه مش افضل حاجه، او ان محمد هاني نفسه باخطائه الفرديه. تعالى الكلام بقى والحالات يلخص القصه كلها تؤدي الى نفس النتيجه. ادي عندك زيزو، شايف الراجل ده الباك الشمال شايفه قدامه يعني، هو شايفه متابعه. ادي 4-4-2 بطريقتنا. يرجع الراجل ورا فزيزو يبدا يرجع معاه، يبدا الراجل يتسرسب ورا زيزو، وده بيحصل على طول دايما. هتلاقي دايما فكره ان زيزو وهاني في 2 فلازم يكونوا 2 مع بعض، يبدا يتسرسب وراه. في نفس اللحظه زيزو بدا يشوف واحد بالكره ثالث جاي، بس محمد صلاح متاخر عنه. ما هو مش معنى انا بلعب 4-4-2 ومحرر محمد صلاح من النواحي الدفاعيه ان لما يجي لي ناس، يعني انا هنا واحد مع زيزو ده واحد مع هاني، لما يجي واحد ثالث لازم واحد من الاثنين مهاجمين ينزلوا. مش هينفع احط مصطفى محمد وصلاح قدام دول بعيد وبلعب ب8 لعيبه ورا. فلما يكون متاخر بدا زيزو يفكر بين 2 اللي هو اطلع قابل ده ولا استنى ده، اللي هو الموقف بتاع 2 على 1، اشهر موقف في كره القدم بيكون صعب جدا على الدفاع. فيوم جاي الراجل زيزو عامل ايه؟ يوم طلع يقف في النص ايرور، لا منه ضغط ولا منه قابل، ومحمد صلاح خارج اللقطه مش موجود برده، فبالتالي يبقى الموقف ايه؟ الراجل ده بقى لوحده، وده خد محمد هاني لجوه. خد بالك من اللقطه دي، في لقطه بعديها كانها نسخه هي يوم لاعب له الكوره لده مصلحها للراجل ده، راح للطرف الشمال عرضيه وكانت فرصه هدف خطيره جدا لمنتخب موزمبيق. طب كمان واحده، ادي هاني راجل خده لجوه، زيزو مع الباك الشمال هو شايفه. طب الراجل ده جاي مين هيقابله؟ 2 وحمدي فتحي 2 فقط في وسط الملعب، ودي نقطه بتاعت بقى 3، فنكون عندي 3 فواحد هنا وواحد يمين وواحد شمال. يمين ده ممكن يبقى عنده حر يقابل شويه مع الجناح بيكون موجود، بس هنا ما عنديش النقطه، فلازم واحد من الاثنين مهاجمين صلاح ينزل. فلما الراجل يجي لوحده زيزو المتوقع يعمل ايه؟ بقى في نفس الموقف برده 2 على 1 برده نفس القصه، ما حدش قابل قدامه. فعشان كده بقول لك هي نقطه يعني مش هاني بس لوحده ولا زيزو لوحده، يعني هو كله مشترك في هذه القصه بطريقه اللعب اللي هي عامله نفس المشكله، وهوريك حصلت فين تاني عشان ممكن تفاجئ. فنفس اللعبه بالظبط قام بصاها للاعب ده صلحها الباك الشمال، هي نسخه، وهنا كان لاعبها له تاني يقطع ورا بس قطعت كان ممكن تكون بنفس اللقطه الخطيره. ماتش سيراليون وده وقتها كنت بتكلم برده، وكنا وقتها بنلعب 4-4-2 وكان عندنا نفس المشكله في المنطقه اليمين برده. ادي عندك برده نفس القصه، تلاقي واحد مع هاني وده زيزو والراجل ده جاي معاه، فبالتالي محتاجين نعمل التغطيه. يروح الراجل ده زيزو جاي معاه المفروض طرد، يعني بقى 2 على 2 فكل واحد مع واحد، فجأة بقى ده لوحده ده لوحده، والتغطية سيئة، والراجل عمل عرضية كانت برضه فرصة خطيرة. ماتش الجزائر كنا برضه بنلعب 4-4-2 نفس الطريقة واضحة قدامك اهي، برضه كانت الجبهة دي اتلعبت الكرة هنا، ده برضه واحد مع الباك اليمين وهنا زيزو المفروض الراجل ده معاه، اتلعبت الكرة عدى منه ما راقبوش، فاتلعبت الراجل ده طلع علي جبر يطلع يقابل، اتقطعت منه غلط، وصلت بقت انفراد كلها من نفس النقطه الجبهه اليمين. يبقى احنا في 4-4-2
فكره ان صلاح ما يدافعش خالص واحط زيزو هو اللي يدافع ورا مش نافعه معانا ومش جايبه نتيجه وبتأديش في الاخر ان انا لا بستفيد حتى قدام بفكره صلاح. وشو زي ما شفنا خسرنا حاجات. خلاص طب ما ارجع العب بالثلاثه عادي واخلي صلاح جناح ولما يحب يدخل جوه وزيزو موجود في وسط الملعب كتالت ويحاول يغطي عليه شويه طالما كده كده عندنا مشاكل الدفاعيه. بس انا هقول لك هو ليه عاوز برضه صلاح مهاجم مش بس كده بس نروح للجبهه الناحيه الثانيه الجبهه الشمال فرق ما كانش كبير برضه. عندك برضه تريزيجيه واتفقنا في حلقات كتيره ومعسكرات قبل كده ان هو بيحرر صلاح وتريزيجيه اكتر من اي حد في المنتخب. فتريزيجيه بيتحرر برضه شويه بس لما حرر تريزيجيه وتتلعب الكره عند محمد حمدي انا هنا بلعب باثنين بس وسط الملعب باثنين وحمدي فتحي غير لما اكون بلعب بثلاثه فحمدي فتحي يكون شمال هنا فيبقى عنده ايه قريب انه يغطي من المناطق دي. اثنين وسط الملعب اكيد مش طول الوقت هتلاقي بيتشد للطرف فلو اتلعبت لعبه سريعه على محمد حمدي هتلاقي الموقف كده 2-1 وحمدي فتحي جاي متاخر انه انا بلعب باثنين بس في وسط الملعب. فبالتالي وده موقف اتكرر كتير برضه في الناحيه الشمال عندنا ان الطريقه اللي خلت عندنا الطرفين عندنا مشكله في الطرفين ومشكله مش بس عند هاني خد بالك رغم عدم قناعتي بهاني او بمحمد حمدي يعني هي بالطريقه. فدي الكره اللي اتلعبت طبعا الراجل ده لما فتح هنا 2-1 محمد حمدي ما قدرش يضغط على ده ولا يضغط على ده واقف بين البنين فاضطر يوسع السكه للراجل ده وهتلاقي اغلب اللقطات كلها احنا بنتحط علينا موقف 2-1 ليه؟ لان احنا بنلعب بطريقه مريحين ناس ما بتدافعش مقابل ناس تانية هي مش هتدافع لوحدها بنفس الدرجه فبنتحط موقف 2-1 فاتلعبت عرضيه تسجل هدف بتاع موزمبيق. طب الهدف الثاني شوف بدايه اللعبه كان محمد حمدي متقدم لقدام فمحمد النني راح على نفسه على الطرف يغطي كان بيعملها قبل كده فيتوريا بمحمود حماده لما كنا بنلعب 4-3-3 كان يطير الباك الشمال يوم جاي محمود حماده مغطي وراه فالمره دي غطى النني وانا بلعب بس في نص ملعب. لما اتلعبت الكره قدام واتقطعت مننا بسرعه تيجي تبص على الهجمه المرتده بقى حمدي فتحي لوحده لان انا بلعب باثنين بس وسط الملعب ما عنديش مثلا ثلاثه فمحمود حماده لو غطى هنا والكره اتقطعت حتى فيبقى عندي رقم 6 هنا موجود وقدامه حمدي فتحي فاقدر اقفل المنطقه دي. لا بقت مفتوحه ولما بقت مفتوحه واتلعبت في وسط الملعب فاضطر عبد المنعم يطلع يقابل ما هو لازم عبد المنعم هنا صح لو في رقم 6 واقف هنا ما كانش عبد المنعم اضطر يقابل وكان قفل بشكل سليم او اخر نفسه فاضطر يطلع قدام وفجاه لنفسه اطلع قدام ارجع ورا اتلعبت من وراه عدى من حجازي كان الهدف بنفس النقطة ونفس المشكلة. فكرة ان احنا 4-4-2 كاتنين وسط ملعب مش عارفين نلعبها كويس ده بصرف النظر كمان فكرة ان نبني لعب وكورة وبتاع مش عارفين نعملها دفاعيا مش عارفين نعملها والاطراف متأثرة مش عارفين نعملها وفي الاخر ما بنستفيدش بحاجة قدام. طب لا امال ليه بقى بيعملها عمك فيتوريا ومصمم عليها؟ طب ما يغير بقى وخلاص ده مش جايبه نتيجتها. هو مغير مش بس عشان فكره انه يحرر صلاح في المطلق ولكن عشان نلعب على اللعبه دي الكره الطوليه على صلاح وده ما كانش اتفقنا مع عم فيتوريا لما جه مسك المنتخب من اول خالص. كنا بنشوف الكره الجماعيه وتك تك والباك مع الجناح احنا كنا فرقه تانية. كل ما قربنا من البطولات الرسميه وانا لو متابعين معايا كل فتره معسكر كل ماتش بتكلم ان بقول وكذا مره قلت بدا يحصل فيه تحول في شكل المنتخب وفي افكار فيتوريا وفي الناحيه التكتيكيه. احنا بعد نلعب كره جماعيه وكذا وكذا بدانا نروح للعب المباشر. عارف هي كانها ملخصه فكره ايه؟ ان طول ما انا بلعب لعب ودي وماتشات تصفيات وبتاع تمام دخلت على البطوله لا دخلنا على الجد. فكك بقى من الكره الجماعيه والكره الحلوه والشموليه انا هلعب على اللي يخلص بس وخلاص وهتخلى عن اي حاجه. فبدانا نتخلى عن افكار يعني شكل المنتخب دلوقتي غير قبل كده. فبدا اللعب كله انا عاوز صلاح مهاجم تاني قدام عشان انا هلعب مرتدات وارمي الكوره. انا مش مختلف على الفكره يعني الفكره نفسها حلوه وممكن تنفع بس انا مختلف على طريقه تنفيذها والتوقيت. يعني لما اكون من اول الدقيقه 11 قدام موزمبيق بنفذها واعمل معايا 7 لقطات كرات طوليه في شوط واحد لمحمد صلاح مرتدات والسبعه لم استغلهم ده مش منتخب مصر. يعني انا مش مختلف في الفكره ماشي رغم ان انت عشان تنفذها ضحيت بحاجات شفنا ضحينا ببلاوي يعني وتسبب منها بهدفين دخل فينا من منتخب موزمبيق. يعني اذا في مشكله هنا بس قدام غانا مثلا قدام فرقه تانية ممكن اسمح ان انا استخدم ماشي بس ده موزمبيق الدقيقه 11 ويبقى ستايل لعب ان انا صلاح يجي يلعب له الكوره. انا مش عاوز كده. اي نعم ده بيحطم احلامي فكره منتخب مصر يكون بيلعب كوره جماعيه بس يعني بقدر معقول وفي وقت معقول. فدي كانت الصدمه شويه برضو في شكل المنتخب وده جزء من فكره ان فيتوريا عاوز ان محمد صلاح يبقى مهاجم تاني ومش عاوزه جناح عاوزه مهاجم تاني
فكره تلاقي زيزو مثلا فاتح في الطرف وساحب الباك معاه وصلاح يجري يلعب كوره. انا جايب 7 لقطات عشان ما ادوشكوش، ما جبتش يعني التكمله بتاعتها، اللقطات كلها اتقطعت، سواء ان الكره ملعوبه غلط طويله او راحت لمحمد صلاح بس المدافع تفوق عليه، ولا لقطه من ال7 لقطات، ورقم 7 لقطات قدام موزمبيق في شوط احنا متفوقين 1-0 كتير شويه. ادي كره طوليه بسرعه، كره طوليه، كره طوليه، كره طوليه ملعوبه كانت من تحت، كره طوليه، كره طوليه لمحمد صلاح، كره طوليه لمحمد صلاح، كره طوليه لمحمد صلاح. 7 لقطات موجودين ما استفدناش بيهم. اعتقد كان ممكن بديلهم نلعب كوره على الارض افضل، بالاخص ان فيتوريا قدم لنا في الاول. وخد بالك الجزء في الاول ده هو اللي كان مخليني متحمس جدا لفيتوريا. قلت اول مره نشوف مدرب يبدا يلعب بشكل جماعي، حاجه مختلفه. مع الوقت واحده واحده، وانا قلت الجمله دي في اخر معسكرين بالنص، ان بدات الجماعه عندنا تقل وبدا يحل محلها الفرديه شويه. فشوف ان صلاح وتريزيجيه عملوا رحيل لوحدهم، او مرموش بيلعب لوحده. طب فين بقيه اللعيبه؟ زيزو ما بيشاركش في الهجوم، مش شايفين له دور، وسط الملعب ملوش دور، الباكات ملهاش دور ولا يعني. فبدات الدنيا تتغير شويه. فتبص النهارده على فعاليه المنتخب الهجوميه، فعاليه تعبانه خالص. انا بتفرج على الماتش تاني يعني انا مش لاقي فكره هجوميه واحده اتكلم عنها. احنا رحنا لقطه ضربه جزاء، لقطه مش عارف ايه، والباقي كله عاملين بنشلت كور، وبقيت الشوط الثاني كله عمالين بنرمي كرات عرضيه لا عارفين نلعبها ولا حتى عارفين نستقبلها. كده احنا خلصنا الكلام، ونتمنى الوضع يتعدل امام منتخب غانا. وفي الاخر سؤال حلقه بالنسبه لك، بال 11 لاعب اللي لعبوا دول مين تتمنى ما تشوفوش في التشكيل الاساسي في مباراه غانا؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.